بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدي المحترم على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا والثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. طبعا يا جماعه يعني في خبر ان يعني الشركه الراعيه او الشركه المسؤوله عن بناء استاد النادي الاهلي لحد الان يعني لم تتخذ اي خطوه تجاه بناء الاستاد. فدي من كوارث مجلس الاداره برضو، ان انت مش متابع الشركه دي او مش متابع اعمال البناء في الاستاد الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. ودي كارثه من الكوارث مجلس الاداره، ولسه لسه في كوارث تانية. يعني الكوارث ما انتهتش، كوارث ما خلصتش، لسه هنشوف كوارث تانية يعني، وما زلنا بنشوف، وكوارث مستمره معانا، كوارث مجلس الاداره مستمره. وبالمناسبه كان في اخبار او كان في اشاعات بتقول ان في خلاف بين مجلس الاداره وبين الكابتن محمود علي الخطيب، عشان كده هو ما حضرش اخر اجتماع. ولكن الاخبار ديت غير صحيحه بالمره، غير صحيحه بالمره. مفيش اي خلاف بين الكابتن محمود الخطيب وبين مجلس الاداره. والاجتماع اللي فات ده زي ما قلت في فيديوهات سابقه اجتماع ودي، ما لم يتخذ فيه الاهلي اي قرارات، او يعني ما يعني هو اجتماع ودي بين اعضاء مجلس الاداره لمناقشه بعض الملفات الهامه طبعا، والصفقات وقصه المدير الفني والكلام ده. تمام. ولم يحدث اي مشاده، ولم يحدث اي مشاكل، ولا يوجد اي مشاكل بين الكابتن محمود الخطيب وبين اعضاء مجلس الاداره. وكل ما يثار هو يعني اخبار غير صحيحه بالمره. تمام. ولكن السؤال هنا يا جماعه، يعني ليه مجلس الاداره مش متابع اعمال البناء بالنسبه للاستاد الجديد بتاع النادي الاهلي؟ تمام. ما هي دي من ضمن الكوارث، يعني دي من ضمن الكوارث يا جماعه، ان انت مش متابع موضوع زي ده. فدي كارثه، فدي كارثه. اعضاء مجلس الاداره بيعملوا ايه يا جماعه؟ الناس اللي شغاله في مجلس الاداره دي بتعمل ايه؟ موظفين اللي موجودين بالنسبه للنادي الاهلي، الناس دي بتعمل ايه؟ اعضاء مجلس الاداره بتعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ لما كل يوم بنصحى على كارثه جديده، كل يوم في كارثه جديده، كل يوم في مشكله جديده، انتوا بتعملوا ايه بجد؟ يعني انا مش بتكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ والمهندس ياسين منصور، الناس دي لسه جايه، والناس دي جت على الكوارث دي، فالناس دي مفيش لوم عليها. انا بلوم على الاعضاء القدامى او الاعضاء اللي موجوده من وقت ما الكابتن محمود الخطيب مسك رئاسه النادي الاهلي. انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ اللي مش هيحب النادي الاهلي ما يشتغلش، اللي مش هيحب النادي الاهلي ويقدر قيمته بلاش منه.